السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده فيديو جديد مع هدوم المدرسه وفورم المدرسه وزمزمية المدرسه وكتب المدرسه وكراسة المدرسه واللانش بوكس بتاع المدرسه. بصوا كل حاجه بتاعت المدرسه. عايزاكم كده بدايه تعملوا لايك الفيديو، تعملوا سبسكرايب للقناه لو انت اول مره تشوفيني، وما تنسوش يا بنات تدوس على كلمة اشتراك اللي هي باللون الأحمر لو انت أول مرة تشوفيني. إنما طبعا متابعيني كلهم فوق دماغي من فوق، والله على راسي من فوق متابعيني كلهم. وبقول لكم وحشتوني وأهلا بيكم فيديو جديد. يا رب الفيديو يعجبكم، وسنة جديدة وسنة سعيدة بإذن الله علينا وعلى أولادنا يا رب العالمين، وربنا يجعلهم من المتفوقين يا رب. ده محمد ومحمد ان شاء الله اللي هيشرحوا لنا الحاجات دي، هيقولوا لنا ايه ده وايه ده وده. بس محمد طبعا هيجي يقول كلمة سبسكرايب مش عارف يقولها بقول لنا هنضحك عليه يعني هو مش عارف ينطقها وكده. كلمة سبسكرايب دي بص كاتبين ايه في الكراسة دي: الأبطال حقا ثانية كده يستمرون في اللعب حتى يحصلون على ما يريدون. المفروض هي يستمرون في العمل حتى يحصلون على ما يريدون، او يستمرون في المذاكرة حتى يحصلون على التفوق بإذن الله. بصوا بقى، من ضمن حاجات المدرسة برضو اللي انا بشتريها كل سنة اللي هي بجيب لهم فانيلات وشورتات كده وفانيلات وبوكسرات يعني الجديدة. معرفش ليه بس انا بحب اشتري لهم كده مع بداية الدراسة برضو في العيد يعني بصراحة. بس بشتري في العيد وبشتري في بداية الدراسة، بس بحب اشتري لهم فانلات كده جديدة وبوكسرات جديدة. طبعا اهم حاجة في الدراسة البراية ولا المسطرة. بالبراية دي هي اللي بتطلع عين السنة كلها. في البراية يفضلوا يبروا في القلم لحد ما يخلوه ملي. طبعا الكمامات السنة دي مهمة جدا جدا. ربنا يا رب يحفظ أولادنا يا رب العالمين ويبعد عنا الفيروس ده بإذن الله. المنقلة والمثلث والحاجات دي كلها والأستيكة الأستيكة طبعا جايبه لهم كذا واحدة، والزمزميات طبعا، شراب الكورة والتانية دي اللي عليها محمد صلاح. والشرابات التانية بصوا حدثوني بقى عن الشرابات، كمية الشرابات دي. ولسه في شرابات تانية برضو، لسه في شرابات في الدرج. مش عايزة افتح لكم الدرج عشان تشوفوا الشرابات اللي فيه. يعني حدثوني عن كمية الشرابات اللي هي كمية شرابات كبيرة جدا جدا يا بنات، والله العظيم معرفش انا بحب اشتري شرابات ليه. والزمزميات برضو اهي، كل واحد زمزمية. وفي زمزميات تاني برضو بيغيروا فيهم وبيبدلوا فيهم. والكاب طبعا عشان الشمس وكده بيبقى في شمس، في بعض الاحيان بيلبسوا كاب. والبراية البراية والاستيكة دول السنة كلها عايزين البراية. طب فين البراية؟ طب البراية وقعت. طب القلم؟ طب الاستيكة؟ يعني بصراحة ربنا يكون في عون كل الأمهات يا رب العالمين، وربنا يحفظ ولادنا يا رب. ربنا يحفظهم، ربنا يحفظهم، وربنا يجعلهم من المتفوقين. شراب الكورة طبعا اللي هو الشراب الكبير ده، وحاجات تانية برضو كتير. كل دي حاجات المدارس طبعا كلكم عارفينها، وعلب الألوان والحاجات دي. هسيبكم انا دلوقتي مع الأولاد يكملوا معاكم يشرحوا لكم. النهارده هنوريكم حاجات المدرسه، وما تنسوش تعملوا لايك. تعالوا اوريكم لبس المدرسه بتاعي انا واخويا. دي الشنطه بتاعتي، ودي الفورمر بتاعي، وده الشنطه بتاعت اخويا، وده الفورمر بتاع اخويا. وهنا هنوريكم حاجات المدرسه. دي حاجتي. ورينا الشنطة، ورينا الشنطه بقى. شنطة جيبها كحلي. شنطه جايبه كحلي عشان لبس بلون المدرسه. ايه؟ بلون ايه؟ وفي لون الكحلي، بلون البنطلون. لون البنطلون اهو. افرد البنطلون. بنطلون ايه؟ بابجي. بنطلون بابجي. واللبس بتاع المدرسة الأحمر. وادي الفورمة بتاع اخويا، الشنطة بتاعت اخويا اهي. وهذا البنطلون بتاع بابجي برضه. وادي اللبس. ادي يا اصحابي البنطلون بتاع اخويا اهو بابجي برضه. وبص بقى الشرابات الكبيرة بتاعت المدرسة. ادي الشرابات بتاعتي، ادي الشرابات بتاعت اخويا. وتعالوا بصوا بقى نوريكم حاجة المدرسة، الكراسات والحاجات. ادي الكراسات بتاعت اخويا، كراسة الرسم اهو. وادي عياتي من جوه، ادي الكراسة الانجليزي. ودي الكراسة بتاعتي
وده أمتي كراسة الرياضة. وده بقى الكراسات بتاعتنا اهياتي. ودي بقى الأقلام الموجودة بتاعتي. وده هو الأقلام بتاعت أخويا الرصاص. ودي المسطرة. وايه رأيكم بقى في اللانشون بوكس بتاعي؟ ادي اللانشون بوكس بتاعي. استنى نفتحه لكم. وده هواتي. هنا نحط الاكل والحاجات، وهنا نحط، وهنا بقى هنا السندوتشات، وهنا الفاكهة، وهنا الفاكهة. وده هو اللانشون بوكس بتاع اخويا، وهذه هو. ورينا الكراسات. ادي الكراسات اهي بتاعت تعمل شكيل. ودي بقى الملخصات بتاعتنا. ورينا الكراسات. اهي الكراسات بقى. ودي هي الكراسة دي فيها هنا تكتب الجدول بتاع المدرسة. رصاص. اهي بقى كراستين تانية زي دلوقتي بقى نشوف الملخصات بتاعتي انا واخويا. اهي ادي الملخص والكتاب الصغير بتاعه اهو. ده بالغربي ملخص اهو. وادي الملخص اهو. وادي ملخص الرياضة هو نفس النوع. وادي الملخص بتاع العلوم يا اصحابي. هو ده بتاع الرياضيات، بحط فيه حاجات الرياضيات. ده ثواني محمد ده منظم. ده اللي بتنظم بيه ايه؟ حاجات الرياضيات اللي في الشنطة مثلا. ده لو الرياضيات تحط عليه تيكت هنا من فوق وتكتب ايه. وده كمل بقى. وده بتاع العلوم، بحط فيه حاجات العلوم واسمه منظم، وبحط هنا التيكت وبكتب عليه اسمي. اما ده بقى بتاع ايام الامتحانات، بجيب الورقه واحطها هنا وبكتب. دي مثلا ورقة زي دي ورقه الامتحان، بروح عامل كده اروح لزقها هنا واروح بكتب فيها. تمام. معانا بودي يقول لنا الملخصات بتاعته. قولي يا بودي الملخصات بتاعته. الملخصات بتاعت بودي هي الرياضيات اهو. وادي الملخصات بتاعت العربي. دي ملخصات مين؟ ملخصات بودي. ملخصات بودي. ودي زي هي برضه. ده ملخص ايه؟ ده ملخص العربي. ده ملخص العربي. ده ملخص العلوم. تمام. كده خلصنا الحاجات بتاعتنا. يلا بقى قول تعالوا. انا اقول دلوقتي يا حبايبي زي ما جبت الاولاد حاجة المدرسة، جبت لي انا كمان حاجة المدرسة بتاعتي اهي. حاجة المدرسة بتاعتي انا، مدرسة انا يعني. انا جبت الاولاد الكتب بتاعتهم والكراسات والاقلام والملخصات. الاقلام اهي والملخصات والهدوم. انا زي ما جبت الاولاد الحاجه بتاعت المدرسه، انا كمان جبت حاجه المدرسه بتاعتي. ودلوقتي لولو هتشرح لكم الحاجات اللي انا جبتها. يلا لولو. ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ دي صينيه الكب كيك اهي. وده ورق الكب كيك اكيد كلنا عارفينه طبعا. ودي قطعه البيتزا اهي. ودي معلقه عادي. ودي منظم التلاجة. ده منظم التلاجة 3 اهو، اللي هو بتحط فيه زي بالظبط زي منظم الكتب ده بتاع الاولاد اهو. زي منظم الكتب اللي بينظموا بيه الشنطة، بيعرفوا المواد من بعضها. احنا كمان كستات بنجيب منظم برضو زيهم بالظبط زي الاولاد، بننظم الحاجة بتاعتنا اهو. المنظمات دي بنحط فيها مثلا هنا مثلا فلفل، طماطم، بنحطها في التلاجة وبننظم الحاجة بتاعتنا برضو زي الاولاد بالظبط. تمام.
وهو ده القلم بتاعنا اهو، ادي القلم بتاعنا اهو، ده القلم بتاعنا، القلم ده بتاع الستات. تمام. ودي الشنطه بتاعتنا اهي، دي الشنطه. ايه كمان معانا يا لولو؟ دي اللي بنعمل بيها العجينة بنفردها. دي المسطره، يعني الاولاد عندهم مسطره، احنا كمان عندنا مسطره اهو، احنا ستات عندنا مسطره اهي، اهي مسطره اهي. دي المسطره برضو بتاعتنا احنا كستات يعني. عندنا ايه كمان يا لولو؟ دي برضو بتاعت العجينة، برضو بنفرد بيها العجينة زي البيتزا كده، بنعمل بيها البيتزا. دي برضو بنفرد بيها العجينه زي ما قالت لولو. عندنا برضو حاجه الشيش طاووق دي يا لولو، وريها لنا. دي حاجة شيش طاووق اهو. بس خلاص يا اصحابي، يا رب الفيديو يكون عجبكم. في حاجه كمان يا لولو، في حاجه كمان انا كنت مشترياها، دي ملاية السرير، ملهاش اي علاقه بالموضوع. بس انا اشتريتها برضو مع حاجه المدرسه كلها، اشتريناها مره واحده. انا دي حاجتي انا، اشتريت ملاية واشتريت المنظم ده والحاجات دي المطبخ دي كلها. ودي حاجه الاولاد. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود علينا الايام بخير يا رب العالمين. مع السلامه.